الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقائنا المتجدد التنمية الإيمانية لأبنائنا في رمضان تابع لزرقاء أكاديمي. بحييكم، وطبعا أنا عارفيني ترينر جيران عثمان. برحب بيكم في الحلقة ديت مع السلسلة الأخلاقية اللي احنا بنعرضها في رمضان. وخلال هذه المعلومات البسيطة هيكون معانا سؤال في كل حلقة. السؤال الأسئلة كل 3 أسئلة هيبقى إن شاء الله تتحل وتتبعت على رقم الواتس اللي موجود على الشاشة، وهنختار الفايز وهيستلم جايزته هنا في الأكاديمية بإذن الله طوال شهر رمضان. الحلقات هتبقى سبت وثلاث وخميس زي ما قلنا في المقدمة قبل كده، وهقولها كل حلقة عشان التذكرة. الساعة 4 العصر. نبتدي حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده للأسف بقى قليل في مجتمعنا كتير. هو موجود لكن بقى قليل جدا. احنا عايزين الصفة الأخلاقية دي تبقى موجودة معانا. ايه هي؟ الاعتذار. بمعنى ان انا اذا اخطأت في حق حد اروح اقول انا اسف. لكن في مجتمعنا بنشوف ناس كتير يقول انا اقول اسف، انا اعتذر. لا يمكن. بيبقى بيقولها يا اما بيعتبر ان الاعتذار ده ضعف واهانة ليه ولشخصه، يا اما بيبقى متكبر. ازاي انا بحالي كده بشخصيتي ان انا اقول ان انا اسف؟ في المقابل وجه العملة التانية، في ناس بتستخدم الاعتذار للإلحاح. أنا شخصيا بقول إن هو ممكن يوصل للتسول. ليه؟ لمجرد إن هو يوصل اللي هو عايزه. كلا الفريقين غلط. الاعتذار اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه إن احنا نتأسف لمن سببنا له هذا الخطأ اللي احنا أخطأنا في حقه. بس غالبا بيبقى الخطأ ده مش مقصود، لكن الخطأ المقصود ده ليه كلام تاني. لله تعالى المثل الأعلى إن هو بيغفر للخطائين للعاصيين دائما، وبيوصينا إن احنا لا نقنط من رحمته. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أقولها تاني معلش. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طبعا الله يغفر الذنوب جميعا لمن أراد وإن هو بيغفر كل الذنوب إلا الشرك بالله. اخطأوا وتوبوا، لكن لا تتعمدوا الخطأ الغير مقصود. يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللي هو دائم الدم. احنا دلوقتي الاعتذار ده مش نقص في شخصيتك، مش ضعف، ولكن فيه رقي في التعامل، فيه رقي في الأخلاق، فيه إيمان واتباع للسنة الشريفة، وإن إحنا بنتحلى بالخلق الكريم. زي ما أنا قلت لكم دلوقتي في الجزء الأول عن ثقافة الاعتذار وعن إزاي أنت تعتذر، في جزء تاني مهم: كفتين ميزان.
لازم يبقوا مع بعض، كفتين قد بعض. ايه هي ثقافة الاعتذار؟ ثقافة قبول الاعتذار. دلوقتي انسان اخطأ في حقي، جه بيعتذر بيقول لي انا اسف، مش هقعد بقى اقول له لا انا ما قبلتش اعتذارك، وانا عارفه ان هو ممكن ما يكونش يعني اذنب، يعني اخطأ في حقي ولكن غير متعمد. اقول له لا انا خلاص انا مش قابله الاعتذار. او في ناس بيمسك كرباج، شايف لو ما كنتش قلت ده ما كنتش اعتذرت، شايف ما بيخلي اللي قدامه يندم ان هو راح له وقال له انا اسف. لينا في الصحابه برضو قدوه حسنه. في روايه رويت عن الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري ان هو قال لعبد عايره بامه، قال له يا ابن السوداء. في بعض الروايات وقيل ان العبد ده بلال مؤذن الرسول، بلال ابن رباح رضي الله عنه. فاختلاف الروايات دوت طبعا هنقول ان هو ايه راح للعبد وكده، هنقول محتوى القصة نفسها. فقام سيدنا بلال رضي الله عنه راح قال له هشتكيك للرسول عليه الصلاة والسلام. ودي ثقافة برضو من كده، ان احنا بنحترم الكبير، بنروح للكبير، بنروح للمسؤول، بنروح للحاكم، بنروح للشيخ عشان يحل مواقف الخلاف اللي بينا. راح اشتكى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر الغفاري قال له أنت امرئ فيك جاهلية. فحس بالذنب الصحابي الجليل، فراح سيدنا بلال رضي الله عنه وقال له سامحني، وحط وجهه على الأرض وقال له أطئ بقدمك على وجهي، يعني حط رجليك على وشي علشان يحس بالذنب، يعني ويحس ان ايه، ان هو يعني اعتذر وسيدنا بلال خد حقه. سيدنا بلال عمل ايه؟ قام رفعه من على الارض وقال له لن تطأ قدمي وجه سجد لله تعالى رضي الله عنهما. القصة دي بتدلنا على ايه؟ سواء مع بلال او سواء مع العبد، ان انسان اخطأ، المخطئ في حقه ما اتخانقش معاه، ما ضربوش، لا راح للكبير، والكبير حكم وقال له انت امرئ في الجاهلية، يعني روح اعتذر له. راح اعتذر، المبادرة في الاعتذار والشعور بالذنب. سيدنا بلال المسامحة، وبقى معاه كويس. مش هطول عليكم لان دخلنا في 8 دقايق ونص. السؤال الحلقة وهيكتب برضو على الشاشة. كان اول ما يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وكان بيفردوا الرداء بتاعه عشان يقعد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجملة دي لمين وقالها امتى؟ بشكركم على حسن الاستماع، مستنية الإجابات على الواتس عشان نختار الفايز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.